نقسم بالله العظيم وقرآنه الكريم وكلامه القديم أننا تصالحنا وتصافينا وأصبح قلوبنا خالية من الغش والحقد والضغينة والكره والحسد، ونعيش إخوة متحابين في الله، لا نطيع شياطين الجن ولا شياطين الإنس من أهل الفتنة، ولا نطيع أهل الفتنة ولا نطيع أهل الفتنة. وهذا عهد أمام الله وعلى كتاب الله من ينقضه. النبي صلى له وسلم قال له أبا ذر دعوها، دعوا العصبية القبلية فإنها منتنة، إنك امرؤ فيك جاهلية. قام ليه أبو ذر؟ نام على الأرض وقال لبلال تعالى وضع قدمك على خدي عقابا لي على ما فرطت في جنب الله. ماذا قال بلال؟ قال معاذ الله أن أضع قدمي على وجه يسجد لله رب العالمين. الثاني العفو اللي أشار إليه الشيخ عباك، دخل ثلاثة شباب على أمير المؤمنين عمر ومعهم رجل، قالوا يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل قتل أباه. قالوا أنت قتلت أبوه؟ قال له احنا الواحد مننا سنة قد كده وعامل السن ده بورته ويضرب يروح يثبت نفسه مكان في الشغل ويجيب اثنين ضلاليه يشهدوا عنه كان في القاهره كان فين شغلنا كده كله كده. قتلت ابوك؟ قال لي قتلته ليه؟ انا راكب جملي وابوه قاعد في الجنينه خد خمر الجمل بتاعي، طلع ابوه مسك حجر ضرب الجمل مات. مسكت نفس الحجر ضربت ابوهم وابوهم مات. احكم يا امير المؤمنين لك عليهم ثمن الجمل، ابوهم موت الجمل تاخذ ثمن، ولهم عليك القصاص موت ابوهم تموت مكانك. قالوا امهلني 3 ايام ان لي اخوه يتامى ولهم عندي مال ولا يعلم مكان هذا المال الا الله، لانهم قال الراجل هيهرب من يضمنه؟ ابو ذر قال اضمنه انا يا امير المؤمنين. فات اليوم الاول والثاني والثالث سيدنا عمر بيقول لابو ذر الشمس خلاص بتغيب يعني انت اللي هتتعادل مكانه. وبعدين طل سيدنا ابو ذر يلاقي الراجل جاي من بعيد، قال وهذا هو الرجل قد حضر. الشاهد عندي في الحته الصغيره اللي جايه دي، سيدنا عمر بيقول للراجل ايه؟ لماذا جئت وانت تعلم انك ستموت؟ قال جئت لئلا يقال ان الوفاء قد مات في امه محمد. قال لسيدنا ابو ذر وانت ضمنته ليه وانت عارف ان كان ممكن تموت مكانه؟ قال له وانا ضمنته لئلا يقال ان المروءه قد ماتت في امه محمد. فقال الشباب الثلاثه ونحن عفونا عنه يا امير المؤمنين. قال لهم وانتم لما عفوتم؟ قالوا لئلا يقال ان السماحه قد ماتت في امه محمد. كن قابل العذر واغفر زله الناس ولا تطع يا لبيبا امر وسواس، فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما انت مدركه، يوما ستخرج فيه كل انفاس، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباس، ويوم يبعثنا والارض هائله والشمس محرقه تبدو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فرقا. هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا، هيا تعالوا لرب المطعم الكاس، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإناس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. نشكر جميع القائمين على هذا الصلح، ونشكر مصطفى باشا قرشي صاحب هذا المكان، وربنا تبارك وتعالى يجعله دايما عامل ويستعمله في الخير وفي المصالحات. ونشكر أهل قرش جميعا.
ونتشرف بالاستاذ محمد مصطفى سليم وحضراتكم جميعا العمد والمشايخ والضيوف. زي ما قال الشيخ عبد الله، كل اللي يمشي في صلح ربنا يجزيه خير، بس يخلص النية لله، ما يكونش ليه أي نية غير إنه يرضى ربنا علشان يديه حسنة قد تشفع له يوم القيامة أو ترجح كافة الحسنات على السيئات. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. ردوا يا اخوانا، الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر. اسعد لحظات الواحد بيشوفها، دي من اسعد اللحظات اللي الواحد بيشوفها في حياته. كل واحد من الاطراف هيقول كلمه للطرف الثاني، استاذنوا يقول كلمه للطرف الثاني. لما نشكر الناس اللي ساعدت في الصلح، والناس اللي كانت عامله الفتنه وعامله وقومت حريق الحرايق وقومت الدنيا، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. والحمد لله ان هي جت على يد كده، الحمد لله. كلمه تقول على الطرف الثاني، كلمه تقول على الطرف الثاني. اما نشكرهم طبعا، اما نشكرهم ان هم استجابوا وان هم عرفوا الحق وعرفوا كل حاجه والامور استريحت. ونود بعض ونروح عند بعض، مش هنسمح لاي حد يحببنا. ولما تكون في حاجه انت تجيلي لنا، هذا وسيط. نشكر اللواء محمود ونشكر اللجنه كلها ونشكر خالد ابراهيم ابو مدني والناس المحترمه كلها. واحنا كده اخوات ومفيش اي حاجه بيننا من بعض، ومفيش اي حاجه بيننا وبين بعضينا. وحسبنا الله ونعم الوكيل في اي بني ادم يخبص بين الناس وبعضيها. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وجعل دائما ضيافه وعمار ان شاء الله. بس اسمعكم برضه خالص السوق الحاج مدني والاولاد والاستاذ ابراهيم والاستاذ محمود اللي ما بذلوه معانا.